صدقني خلاص انتهى زمن انك انت تبقى بتروح لشركات علشان تصور لك منتج وكمان تطلعه لك بشكل دعائي قوي. وكنا زمان بنروح من ابلكيشن لابلكيشن لاي اي تاني. خلاص النهارده اي بتاع تشات جي بي تي بقى قوي جدا، بقى يقدر يساعدك انك انت ازاي تعمل المنتج بتاعك على طول بشكل دعائي قوي وجبار كمان، ومش محتاج ان حضرتك تروح لمصورين او حتى شركات دعايه علشان تعمل لك المنتجات دي. تعال النهارده اوريك طريقه ازاي تقدر تعمل بيها ده من على تشات جي بي تي وبمنتهى السهوله. كل اللي عملته ان انا جبت منتج موجود عندي علشان اوريك الفكره واجربها معاك. جبت المنتج وحطيته في اضاءه كويسه، صورتها واديتها اكسبوجر لذيذ علشان يبقى عندي صوره اعرف استخدمها واعرف اعمل بيها شكل دعائي قوي. بعد ما خدتها وصورتها حطيتها على الكمبيوتر وبعدين دخلت على بنترست. بعد ما دخلت على بنترست كتبت في السيرش بتاعي perfume ad، وابتدى يطلع لي صور كتير قوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. زي ما حضراتكم شايفين شفت صور قدامي، رحت واخد المنتج اللي موجود هنا مثلا على سبيل المثال ورحت عامل له داونلود. نزلت الصورة دي، بوري لحضراتكم مثال بسيط، ممكن نجرب في كذا شكل وفي كذا منتج على حسب المنتج بتاعك وعلى حسب برضو اللي حضرتك شايفه. وبعدين رحت على تشات جي بي تي وبعدين رحت حاطط له الصورتين بتوعي، الصورة الأولانية والصورة الثانية، الصورة اللي أنا جبتها من على بنترست والصورة اللي أنا صورتها وعملت وصورتها في صورة في إضاءة كويسة علشان أقدر أعمل لها شكل إعلاني قوي. وكتبت في البرومبت إني عايز أبدل البرفيوم بتاعتي بالبرفيوم الثانية اللي موجودة في الشكل الإعلاني. هيعمل لودينج وياخد وقته شوية لغاية ما يطلع لي النتيجة اللي أنا كنت عايزها بالظبط. وصدقني يا صديقي لو انت محتاج تزود اي حاجه، كل اللي محتاج تعمله ان انت تكتب له في البرومبت انت محتاج تعمل ايه او تضيف ايه او تشيل ايه، وهتلاقي النتائج بتاعتك اللي طالعه هي بالظبط اللي انت محتاجها وعايزها. ما تضيعش وقتك وفلوسك وابدا صور المنتجات بتاعتك بنفسك بموبايلك وابدا اعمل لها اديت بكل الاي اي تولز، ولو ما عندكش تولز كتيره تقدر تستخدم تشات جي بي تي فقط. وشكرا.